بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اطلبوا الرب يا جميع بائس الأرض الذين فعلوا حكمه. بائس الأرض هم الودعاء. اطلبوا البر، اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم سخط الرب. معاكم سوريا. أنا شفت المسيح كتير النهاردة الجزء 48 جزاء الملوك والأنبياء. بينا نشوف مين في العهد القديم مزق المملكة وليه في سفر ملوك الأول 11 و12 و13. النهاردة هنركز على دول. هنا ربنا غضب من سليمان الملك الحكيم. ليه؟ سليمان استخدم الحكمة في بناء الهيكل والمملكة ونجح، لكن نسي نفسه ونموها وبنائها، ونسي الحياة الروحية لنفسه والشعب. كبرت الذات جواه، أساء استخدام الحكمة فتجاهل الوصية وكسر العهد. بسبب كسره للعهد مع الله ورفض وصاياه، خالف الوصية الإلهية الخاصة بالملوك: ألا يبالغوا في اقتناء الخيل، ألا يكثروا الذهب والفضة، وتجاهلوا الوصية الإلهية الخاصة بألا يتزوجوا نساء غريبات وثنيات. وطبعا هو اتجوز نساء غريبات وثنيات كتير. فلما كبر الملك سليمان في السن إن النساء أمن قلبه وراء آلهة أخرى غير ربنا، وبنى ليهم مذابح وعبدهم، فغضب ربنا عليه وأقام له خصوم، وتأثر الشعب بأجواء العبادات الوثنية وعبادة كل واحد لنفسه، والجميع تعدى الله. هل النهاردة في عبادات وثنية بتزعل ربنا مننا؟ كل ما يحول قلب وعقل الإنسان عن عبادة ربنا هو وثن للنفس مخفي جواه، زي الدوران حول الذات، عبادة لنفسك، خيانة لربنا وعبادة أوثان، البحث عن المجد وسط الناس والمجتمع، والعواطف الغير منضبطة زي حب المال والماديات والطمع عبادة أوثان، السلوك في الظلمة وثنية. إيه اللي بيسرق تفكيرك ومجهودك وطاقتك؟ بتلف حوالين إيه طول النهار؟ بتلف حوالين اللي أنت بتعبده. لو عرفتوا تضحكوا على الناس كلهم وتقولوا إنكم بتعبدوا ربنا، مش هتقدروا تضحكوا على ربنا. سليمان استخدم النعمة استخدام سيء، استخدم شمشون القوة غلط. سليمان استخدم الحكمة غلط، ابتلعت القوة والحكمة من إبليس وجعلهم يخطئوا ضد الله. كان الملك سليمان مثال خطير للسقوط، وبالذات بعد ما شاف ربنا مرتين واتمتع بحكمة سماوية ومجد وعظمة. اللي بنى الهيكل العظيم امتدت ايده لتبني مذابح وثنية، افتكر انه يقدر يعبد ربنا والأوثان في نفس الوقت، فغضب ربنا عليه وأقام له خصوم، لأنه إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداؤه أيضا يسالمون. لكن أعداء سليمان كان في 3 معروفين: هدد الأدومي اللي معنى اسمه الشجاع الدموي، رازون ابن أليداع معنى اسمه الأمير الذي لا يعرف الله، ويربعام ابن نباط يعني الله قد رأى من يكثر الشعب، واسم أمه سروعة يعني مضروب أو البرص، والبرص كان نجاسة. ونقول قد رأى الرب عبد الملك سليمان يربعام الذي أكثر الشعب حوله وأسم المملكة، وجعل إسرائيل يخطئ ضد الرب، هو ابن البرساء، والبرص طبعا كان نجاسة. ودايما أعداء السلام الداخلي لأي إنسان، لو كان هذا الإنسان شجاع دموي أي شجاع في سفك الدماء، أو أمير لا يعرف الله، أو كان يحب إن الناس تكتر كده حواليه ويبقى معروف بينهم وليه مجد في وسط الناس، ولو ليه سلطان بينهم كمان ما يضرش. لكن المكسر الأصحاب يخرب نفسه. لكن مش معناه أعيش من غير أصحاب خالص، لا، لا ضربة يمينية ولا ضربة شمالية. الطرق الوسطى خلصت كثيرين. من فضلك شوية حكمة وفهم وشوية اتزان واعتدال في الحياة. احنا عايشين في وسط الناس.
يربعام كان عبد الملك سليمان، وكان ذكي وشاطر ولطيف من سبط إفرايم. وكان سليمان بيرمم أورشليم والسور، فعينه ناظر للعاملين من سبطه. وكان الرجل يربعام جبار بأس، فلما رأى سليمان الغلام إنه عامل شغلا أقامه على كل أعمال بيت يوسف. أعجب سليمان الملك الحكيم بيربعام بذكائه ونشاطه ولطفه. يربعام كان شاب متحمس وطموح وليه أحلام كتيرة، بس عمره ما فكر إنه يبقى ملك. عمره ما حلم حتى كحلم بس إنه يبقى هو الملك. الراجل ده كان من سبط إفرايم، ما كانش بيحب داود ولا سليمان، وبيغير إن ربنا أعطى الملك لسبط يهوذا مش لإفرايم مثلا. لدرجة إنه لما كان سليمان بيبني القلعة ويسد شقوق مدينة داود أبيه، رفع يربعام يده على الملك سليمان، يعني كان بيتمرد على الملك وتجرأ ورفع إيده عليه. ربنا سابه وسكت وأصدر أمره بتقسيم المملكة، لأنه سليمان اللي قسم قلبه بين ربنا والأوثان وأمال قلبه للأوثان، والشعب مشي وراه بدون حكمة. ما ينفعش يبقى ملك ومحتاج تأديب هو والشعب، فجاب له ربنا يربعام. وفي يوم ويربعام خارج من أورشليم إنه لقى أخي الشيلوني النبي في الطريق، والنبي كان لابس رداء جديد، وهم وحدهم في الحقل. مسك أخي النبي على الرداء الجديد اللي عليه ومزقوا 12 قطعة، وقال النبي ليربعام: خد لنفسك 10 قطع، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: هانذا أمزق المملكة من يد سليمان واديك 10 أسباط. وشفتوا بقى، أولا إن تمزيق توب النبي معناه تقسيم المملكة والشعب، والتمسك بوحدة التوب يعني وحدة الشعب. تاني حاجة، الرداء جديد ويربعام بإيمال الجديد على مملكة جديدة. تالت حاجة، ما ناخد بالنا إن توب المسيح اللي كان منسوق قطعة واحدة بدون حتى خياطة، يعني المملكة دي مملكة لا تنقسم، تفضل دايما في وحدة وحيدة جامعة رسولية. وده طبعا اللي احنا بنقوله عن كنيستنا في قانون الإيمان. وقال ربنا: هقسم المملكة لأنهم تركوني وعبدوا. لا يا جماعة، ما قالش عبدوا، قال لكن سجدوا، والسجود خضوع تام للأوثان وقبول اللعنة. ربنا وإبليس، البركة واللعنة ما ينفعوش يبقوا مع بعض. وهنا قال أسماء آلهتهم الوثنية، معنى إنه قال أسمائهم بيعلن هوية الشعب، لأن هوية الشعب من هوية آلهتهم، يعني أصبحوا قساط القلوب زي الأوثان اللي هم بيعبدوها. الاسم يا جماعة هوية. وسجدوا لعشتروت إله الصيدوني، آلهة أو إله الصيدوني، واتكلمنا عنهم في جزء إيليا اللي هو إله الجزاء، وهو إله الخصوبة والحب. والكموش إله المؤابيين. مؤاب ده كان يعني بمعنى أصح كلمة مؤاب معناها مين أبوه، وهو ابن لوط اللي كان من بنته الكبيرة. وملكهم إله بني عمون، أي ملكهم إله ابن عمي، يعني ابن لوط اللي كان من بنته الصغيرة، وملكهم ابن شعبه. المهم، وقسم ربنا المملكة وقال لأنهم لم يسلكوا فيه 3 حاجات: طرقي ليعملوا المستقيم في عيني، وفرائضي، وأحكامي كداود أبيهم. نرجع ليربعام. ربنا المعطي بسخاء أعطاه أكتر من أحلامه بكتير وطموحاته بكتير، خلاه ملك وعلى 10 أسباط. وقال لي يربعام: هخليك ملك وهحقق لك كل ما تشتهيه نفسك، لكن بشروط. أصل ربنا بيحبك بدون شروط، لكن يخليك ملك لا يا حبيبي، هنا بقى في شروط: أن يسلكوا في طرقي ليعملوا المستقيم في عيني، وفرائضي، واعرف كده ان في فرائض، واحكامي كداود ابي.
في طرق لربنا وفرائض لربنا وأحكام لربنا. ولما عرف سليمان اللي حصل كان عايز يقتله، فهرب لمصر في عهد الملك شيشق. وفعلا لما مات سليمان الملك وملك رحبعام ابنه عوضا عنه، رجع يربعام ابن نباط من مصر. اخد بالي هنا من الاسمين، رحبعام ابن سليمان ويربعام ابن نباط. ربنا بودعته ومراحمه بيؤكد الله بتأديبه لسليمان إنه مش بينتقم لنفسه، لكن بيفتح له باب الرجاء للتوبة. وفعلا شفنا الملك سليمان قدم توبة في سفر الجامعة، حيث أعلن عن حزنه الشديد على غباوته وجنونه، وطلب من المؤمنين أن يحذروا الشر ويخافوا ربنا ويحفظوا وصاياه. رحبعام ابن سليمان الملك ده اسم عبري معناه اتسع الشعب، هو بيحلم باتساع المملكة لنفسه. فلما مات سليمان حوالي سنة 931 قبل الميلاد، اجتمع في شاكيم ممثله للاثنى عشر سبطا عشان يخلوه ملك، وطلبوا منه أن يخفف من النير الذي حملهم إياه أبوه، وما سمعش لمشورة الشيوخ الحكماء وسمع لمشورة الأحداث. فأجاب الملك رحبعام الشعب بقساوة وقال المقولة المشهورة ليه: أبي ثقل نيركم وأنا أزيد على نيركم، أبي أدبكم بالسياط وأنا أأدبكم بالعقارب. وبكده خسر شعبه تماما ومشي 10 أسباط ورا يربعام ابن نباط. هو ده الفرق بين القسوة والوداعة يا جماعة. الوداعة بالرحمة والحنية والتواضع ترجع العاصي والمتمرد، والقسوة تقسم المملكة والناس تهرب منه ويكفروا بربنا ويسقطوا في يد إبليس والعبادات الوثنية. واستفاد إيه؟ هم وقعوا في إيد يربعام المنافق اللي هو كان صورة لإبليس وصورة ضد المسيح. ببساطة، وهو ده المهم، بالقسوة والسيطرة والتسخير أي الإجبار يهرب منك ولادك وتفقد بيتك وأسرتك وشعبك وكنيستك ويدخل روح الانقسام. لكن بالرحمة والوداعة والحب والتواضع والحنية تكسب حتى الخاطئ العنيد. أعطى الرب الملك ليربعام وأصبح ملكا على إسرائيل المملكة الشمالية، ولكن وضع الرب ليربعام شرطا لاستمرارية بركته ليه، وهو حفظ الوصية والسلوك في طريق الرب وعمل ما هو صالح في عينيه مع إقامة الفرائض وأحكام الشريعة. ولو ما سمعش وفهم هتتحول البركة اللعنة. ملك رحبعام ابن سليمان على يهوذا وده في وسطهم بنيامين، وأصبحت كمان المملكة الجنوبية. كان يربعام بالنسبة للشعب موسى الثاني، لأن ربنا اللي اختاره على يد أخي النبي الشيلوني، وهو خلصهم من قهر وقسوة وعنف وسيطرة رحبعام الملك ابن سليمان. يربعام عبد الملك سليمان يا جماعة أصبح ملك ومملكته كمان 5 أضعاف مملكة ابن سليمان رحبعام. اتخذ شكيم اللي كان فيها رحبعام عاصمة لملكه، وبعد كده فنوئيل، عشان دول مدن ليها ذكريات روحية عند الشعب ليكتسب محبتهم وولائهم ليه. ده تصرف سياسي منه، مش لأنه بيحب ربنا ولا الأماكن المقدسة، دي بس سياسة وخباثة. ما هو الشعب اللي مشي ورا عبادة الأوثان وتقديم الأطفال ذبايح ملوش غير ملك خبيث زي يربعام ابن نباط. كان في مكان واحد للعبادة في الهيكل في أورشليم، وكان هيكل واحد لأن ربنا واحد. جاء يربعام وعمل هيكلين في بيت إيل جنوبا وفي دان في أقصى الشمال. هو كده حاصرهم بالشيطان من كل الجهات، وبيقول ليهم إنه عمل كده عشان يريحهم من المشوار لحد أورشليم. ما ينفعش يتعبوا. يا سلام على الحنية،
كان بيقلد كل حاجة في هيكل سليمان بس في المذابح الوثنية. راح عمل لهم عجلين من ذهب وقال للشعب إن هذه هي آلهتك التي أخرجتك من أرض مصر، والناس صدقته. أقام كهنة وخدام مش من سبط لاوي، وأقام نفسه كاهن عليهم. أصبح يربعام ملك وكاهن، آخر حلاوة، ذات بتتفحل ومش شايف غير نفسه. المشكلة الكبيرة العجل باسم يهوه والمذبح والتسبيح باسم يهوه. زي الناس اللي عايشة في قتل وزنا وحقد وكراهية وقسوة وعنف، وكله علشان خاطر ربنا. ده تشويه لربنا المحب الصالح، أبويا اللي كله حنية ووداعة. يربعام عمل عيد للآلهة اللي عملها في بيت إيل ودان، وهو بديل لعيد المظال، وغير زمن ووقت العيد عمله بعده بشهر. وكل الشكل الظاهري عبادة لربنا، لكن في الحقيقة عبادة للأوثان، وبهذا أضل يربعام شعبه وراء عبادة الأوثان. وبكده أصبح يربعام صورة لضد المسيح. فرقت في حاجة واحدة بس، إن ضد المسيح هيعلن نفسه كمان إله. ويربعام جعل الشعب وكل الملوك اللي جم بعده يسقطوا في نفس الخطية. في الإصحاح 13 كان الدرس الأول ليربعام. في يوم ويربعام واقف عند المذبح ككاهن لكي يوقد، جاء نبي الله وما نعرفش مين، لكن هو من يهوذا، وتنبأ بأن في ملك هيجي اسمه يوشيا سيهدم هذا المذبح ويحرق عليه عظام الكهنة. وفعلا جه، بس كان بعد 350 سنة، واداهم علامة تثبت كلامه. هوذا المذبح ينشق ويزرع الرماد الذي عليه. بيكلم الحجر ويسمع وينفذ، لكن الإنسان مش بيسمع ولا بينفذ. فلما سمع الملك كلام رجل الله الذي نادى نحو المذبح في بيت إيل، مد يربعام يده على المذبح قائلا امسكوه. طبعا كان عايز يقتله. قبل كده يربعام رفع ايده على سليمان الملك وكان عبد، ودلوقتي بيمد ايده على النبي. واضح كده مش بس عمل نفسه ملك وكاهن، لكن ايده طويلة كمان. طيب رفعت ايدك على الملك وربنا سكت لان الملك كان خاطي وعبد الأوثان وخرج نفسه من تحت حماية ايد ربنا. طيب يستاهل تتجرأ دلوقتي وتمد ايدك على رجل الله؟ فيبست يده التي مدها نحو ولم يستطيع أن يردها إليه، وانشق المذبح وذري الرماد من على المذبح حسب العلامة التي أعطاها رجل الله بكلام ربنا. أجاب الملك وقال لرجل الله تضرع إلى وجه الرب إلهك، إلهك أنت مش إلهي أنا، واخدين بالكم؟ وصلي من أجلي فترجع يدي إلي. وفعلا صلى رجل الله فرجعت يد الملك زي الأول. ثم قال الملك لرجل الله ادخل معي إلى البيت وتقوت فأعطيك أجرة. فقال رجل الله للملك لو أعطيتني نصف بيتك لا أدخل معك ولا آكل خبزا ولا أشرب ماء في هذا الموضع، لأني هكذا أوصيت بكلام الرب قائلا لا تأكل خبزا ولا تشرب ماء ولا ترجع في الطريق الذي ذهبت فيه. فذهب رجل الله في طريق آخر ولم يرجع في الطريق الذي جاء فيه إلى بيت إيل. وبالرغم من كل اللي حصل استمر يربعام في تمرده ضد الله، وبالرغم من مراحم ربنا العظيمة ليه برضه ما قدمش توبة. إلهنا طيب وطبيب، يمسك بالمشرط ليشفي لا ليقتل. تأديباته تشاع حبا ورعاية، ومع الشرير يحاول ويدي فرصة وفرص وأخيرا يصدر قضاءه. ربنا هيعمل محاولة تاني ويحاول يعلم يربعام الدرس التاني. دعا يربعام ابنه أبية، ومعناه أبية يهوى هو أبي أو يهوى هو شهوتي. وده قدام الناس بس منظر قدام الناس. كان بيقلد كمان اسم أبية
ابن رحبعام حفيد سليمان، وممكن يكون كان مصدق نفسه إنه مع ربنا، وسمح الله بمرض ابنه، وإذ لم يظهر توبة سمح الله لابنه بموته. وتنبأ أخي النبي عن نزع الملك عن بيت يربعام، وهو النبي نفسه اللي قدم وعد إلهيا مشروط بالملك ليربعام. الآن هو نفسه بيسحب هذا الوعد لعدم تحقق الشرط، أي عدم أمانة يربعام مع الله. بكل أسف طرح يربعام الله ورا ظهره، تجاهل الحضرة الإلهية، لم يبالي بالوصية الإلهية ولا بالمخافة الربية، لقد فضل عمله السياسي بفكر بشري عن مملكة الله، عبد نفسه مش ربنا. وكان قضاء الله على يربعام وبيته، وقال الرب: وأنزع آخر بيت يربعام كما ينزع البعر حتى يفنى، من مات ليربعام في المدينة تاكله الكلاب، ومن مات في الحقل تاكله طيور السماء، لأن الرب تكلم. أهان يربعام ربنا، فارتد العار عليه وعلى بيته، فصارت جثثهم مأكل للكلاب ولطيور السماء، زي أخاب وإيزابل الأشرار في الجزء 46 في إلهنا إله الجزاء. هنروح من ربنا فين يا جماعة؟ في كمان جزء صعب في الجزء ده أنا عايزة أركز عليه ومش عايزة أسيبه، في إصحاح 13. النبي اللي من يهوذا مشي ومرجعش من نفس الطريق زي ما قال له ربنا، وواضح انه تعب وجاع وعطش واستسلم لضعفه وقعد تحت بلوطة. ومعنى البلوطة يعني مكان القوة، لكنه نسي القوة. كان في نبي شيخ من إسرائيل سمع اللي حصل مع يربعام من أولاده اللي كانوا حاضرين تقديم الذبايح الوثنية، وعرفوا ان نبي يهوذا كان تحت البلوطة، وقالوا لأبوه من نبي الشيخ. راح النبي الشيخ أخد حماره وراح لرجل الله ودعاه يأكل عنده. ربما راح بدافع حب الاستطلاع، أراد أن يستضيف رجل الله، أو بدافع الغيرة منه كذب عليه بأن ربنا اللي قال له يدعوه وإن هو نبي زيه، وأعصر رجل الله اللي من يهوذا. وتحت ضعف رجل الله قبل وصدق وما سألش ربنا قبل ما يتحرك وياخد قوة من ربنا، وفعلا وراح عند النبي الشيخ وأكل وشرب. وهنا كانت المفاجأة، أخبر الشيخ رجل الله بنبوة حقيقية أعطاها ليه الله، وهي عقاب رجل الله لمخالفته أمر الله. ارجعوا اقروا كل التفاصيل في الإصحاح 13. عندما رجع إلى بيت إيل بأنه سيموت ولا يدفن في مدينة في قبر أبائه، وكان الدفن مع الآباء كان بالنسبة لهم حاجة مهمة، زي ما طلب يعقوب أن يدفن مع أبائه، وكذلك يوسف ياخدوا عظامه من مصر عشان يدفنوه مع أبائه. بعد أن انتهوا من الأكل جهز الشيخ الحمار ليرجع به النبي الله اللي من يهوذا الوطن. انطلق رجل الله في الطريق عائدا، وإذا بأسد يقطع عليه الطريق ويقتله، وظلت جثته ملقاه في الطريق وبجانبها الأسد والحمار واقفين. ناخد بالنا، عندنا كان رجل الله صائم شجاع بدون اسم أي بدون هوية، في كامل إنكار الذات، في إعلان نبوته قدام الملك، وما كانش ينفع نبي غيره في هذه المهمة، زي دانيال في جب الأسود. حفظوا الله من قسوة وعنف يربعام، بل جعل الملك يخاف منه ويحاول إكرامه. لكن عندما أكل واهتم براحته الجسدية، لأنه كان أجهد وتعب من الناس دي زي إيليا ما اكتئب، لكن كان خرج من هذه الأجواء وهذه الأرض. انت هنا في أرض إبليس، هنا امتلك الملك والشعب وبيقدموا لي ذبايح دموية وسحر وعرافة. الوصية كانت للنبي لمنفعته وهو يقدر ينفذها، لكن ما كانش فاهم. هلك شعبي من عدم المعرفة. ربنا عايز يقوله
عشان تدخل وتخرج من هنا سليم، يعني في أرض إبليس، لازم بالصوم الانقطاعي والصلاة وإنكار الذات. ولو أكلت وشربت ياكلك الأسد الملتمس أن يبتلعك. دي نتيجة يا جماعة مش عقاب. يعني ايه نتيجة؟ زي أب بيقول لي ابنه ما تعديش الطريق ده، لأنك لو عديت العربيات هنا ماشية بسرعة جدا هتخبطك. ما سمعتش الكلام وخرجت وخبطتك العربية ومت. دي نتيجة، مش إن أبوك عاقبك أو عايزك تموت أبدا. ربنا عايز يفهمنا الصوم والصلاة والتواضع وإنكار الذات، لو انت عملتهم ما يقدرش عليك إبليس وجنوده، حتى لو انت عنده في أرضه. وألاحظ أن الوصية هنا كانت لمنفعة النبي، حتى لا يقوى عليه إبليس ويقتله، وحتى لا يعثر في أرض الدماء والأشواك، أرض إبليس. دي أول حاجة. عندي كمان كذا ملاحظة خاصة جدا. رجل الله هنا كان إنسان بسيط ولم يذكر اسمه، يعني ملوش هوية بين الناس. الشخص ده يخص الله وحده، أي هذا النبي خاص بإعلان كلمة ربنا وبس. ما ينفعش يرجع من نفس الطريق اللي جه منه، زي المجوس قال لهم الملاك كده، وزي ما ربنا قال للتلاميذ لا تسلموا على أحد في الطريق عشان ما يعطلوهمش عن رسالتهم أو يعثروهم في الطريق. كان النبي ده جالس تحت البلوطة. البلوطة يعني قوة الله، أي تظلله قوة الله، وما كانش ينفع يقع تحت الضعف البشري أو يضحك عليه من أي حد تاني، حتى لو كان ملاك أو نبي زيه أو قديس أو نبي كذاب أو كاهن أو أب اعترافك أو أي حاجة، ويكسر وصية ربنا المعطاه ليه من ربنا مباشرة. دي مدياه كانت الوصية من ربنا ليه، وربنا عمره ما بيغير كلامه. الحكمة والتمييز مطلوبين جدا في وقت الخداع والتضليل. وزي هنا تحذير ربنا لينا النهاردة في هذه الأيام في غلاطيا 1: إني أتعجب إنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح لإنجيل آخر، ليس هو آخر، غير إنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. لكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير اللي بشركم به المسيح واللي في الإنجيل، يكون عندك أناثيما، يعني ملعون من ربنا. إحنا يا جماعة في بداية آخر الأيام، التضليل هيكون كتير وبقوة، ومحتاجين جدا روح الحكمة والتمييز نطلبها من ربنا. ثبتوا إيمان بعض وإيمان الأولاد والأطفال بالذات. اطلبوا عطايا ومواهب الروح القدس، ومش أي حد يجيبنا ويودينا. نتعلم الكتاب المقدس كويس، لأن كلمة ربنا هي الأساس والنور. كسر الوصية موت، ده من أيام آدم، فما بالك النبي رجل الله اللي ملوش هوية في الأرض. حاجة تاني، في ناس كده ربنا اختارهم آنية للكرامة ليه، وهم اختاروا انهم يكونوا ربنا وبس. بيكونوا زي كائنات وملائكة العرش في درجة الكاروبيم والسرافيم، ملهمش اسم بينا، ولو فرضوا وخرجوا بين الناس بيكون لمهمة صغيرة وقوية، وما ينفعش غيرهم يقوم بهذه المهمة، وأقل غلطة بتبقى للموت، وما ينفعش الغلط البسيط في العرش. النبي كان قاعد تحت البلوطة، يعني في ظل القوة الإلهية الروح القدس، وما ينفعش يتحرك من نفسه تحت أي سبب مهما كان السبب، وما يسمعش غير صوت ربنا وبس مهما كانت درجة المتكلم اللي قدامه. ده اختيار خاص وقبول خاص منه لهذا الاختيار، ونقاء وصفاء داخلي. يعني أنا مش عارفة أقول لكم النقاء والصفاء ده بيبقى لدرجة قد إيه. عايزة أقول لكم ده زي الأنبا بولا أو السواح اللي حفر له قبره أسدين. الناس دي بيتدربوا، وبيدربهم ربنا على الانفصال عن الناس بطريقته، وكل واحد بيختلف عن التاني في الطريقة. في واحد باختياره
وفي واحد ربنا بيفصله بالألم والمرار لأنه عاطفي مثلا، أو زي الأنبا بولا اللي أخوه أخد ميراثه وزهقه في عيشته لدرجة وصلت للمحاكم، ولما شاف واحد ميت ورايح يدفن قرر يموت عن العالم وأخد قرار في حياته ونفذ رغم كل الصعوبات اللي واجهته. في ناس تقدر على هذه الحياة وفي ناس ما تقدرش. ربنا بيعرف الناس دي بسابق معرفته، لأن الغلطة بعد كده بيبقى تمنها حياته. النبي مات فورا واتساب النبي الكذاب واتساب يربعام ورحبعام، ولسه ربنا كان بيديهم يعني فرصة للتوبة برحمته. من مراحم ربنا إن رجل الله دفع ثمن غلطته فورا، وطلع ربنا في نقاء الروح وبوجه النسر، وده كان لتعليم الشعب. الحق يا جماعة واضح، الوصية واضحة، لأنه كان لازم يخرج من أرض دماء ذبح الأطفال للأوثان وهو صايم، يخرج من أجواء السحر والعرافة وهو صايم، زي دانيال لما كان في جب الأسود. الوصية كانت لمصلحته، وحتى لو كان في عقاب على كسر الوصية فدايما بيبدأ من بيت الرب. ولو كان نجح وسمع الوصية وكان خرج من الأرض كان هيبقى ليه إكليل تاني، وكان هيبقى ليه ترقية تاني في الطريق الروحي ونمو تاني في الطريق الروحي، لكن هو حياته وقفت لحد هنا. الحاجة التانية برضو ناخد بالنا منها، رجل الله في الطريق راكب على الحمار وأكيد حس بغلطه وقدم توبة. الأسد اللي موته ما كلهوش، لم يفترسه لا هو ولا الحمار. وجه الأسد اللي جواك في الروح ده تأمل يقتل ضعف الحمار، يعني ضعف جسدك مش يقتل جسدك. رجل الله مش يقتل جسدك لو كان الجسد صايم، ناخد بالنا من النقطة دي. رجل الله لما رجع من عند النبي الشيخ كان هو اللي راكب على الحمار، ده دليل ان لسه في حتة زيت رجعت، لانه اخذ قرار من نفسه فقدر عليه الاسد وقتله. جسدك لو خاضع زي الحمار، يعني في خضوع كامل لقانيه وهو ربنا، والروح طائع وخاضع بالكامل بوجه الأسد والنسر والثور والإنسان، هيستعمله ربنا ليه هو بس. زي دخول المسيح أورشليم كان راكب على أتان وجحش ابن أتان بيركبهم بالتناوب، ومين في خضوعه بالكامل لربنا يستحق إن ربنا بنفسه يستخدمه ويحوط بيه ويجلس عليه، يكون هذا الاستخدام ويكون طائع وخاضع لربنا بهذه الدرجة فيظهر الله فيه وذاته تموت. في الأنبا بولا أول السواح كان واقف جنبه جسدين، يعني الجسد كمان تحول من حمار لأسد في كمال القوة، علشان كده ما كانش يقدر يموته أي حيوان في البرية. رجع ليه سلطانه على الخليقة زي ما كان آدم ليه سلطان قبل السقوط. لو رجعنا في مراحل الطريق الروحي الجزء 3 شفنا إزاي الروح القدس مع روح الإنسان ياخد القيادة، والجسد والنفس جواك في خضوع تام، فبتنتقل بيهم الروح من مكان لآخر بسرعة الروح، زي انتقال الأنبا أنطونيوس من مصر لفرنسا في لحظة، أو عبور الزمان بروح الحكمة والإعلان، زي ما اتكلم رجل الله عن الملك يوشيا اللي جه بعد حوالي 350 سنة. ده دليل على إن هذا الإنسان كان في درجة روحية في العرش. الملك أخطأ والنبي الشيخ كذب وحسد رجل الله وأعصره في إسرائيل، ولما راح المملكة الشمالية في السبي ناخد بالنا دول ما رجعوش حتى أيامنا هذه. الجميع زاخوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله وأعوزهم خلاص يسوع المسيح. روح الانقسام وروح التضليل بيحاربوا الأسرة والكنيسة والعالم كله حاليا، وناخد بالنا ربنا بيحذرنا منهم. وأول ما تلاقي روح التذمر والتمرد والغضب وبتوصل لرفع الإيدين والضرب، هنا احذر واصحى بسرعة، لا تستسلم. إبليس بيجرك شوية لشوية لحد ما يخرب بيتك ويخربها حواليك.
ربنا رأى من يكسر الشعب حوله وقادر أن يحفظنا ويحفظ أولاده ويرحمنا. هو ضابط الكون والكل. ثبت نظرك على المسيح واتعلم منه، هو أبويا اللي كله حنية. ودايما نقول الآية: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. الحقيقة أنا كنت سألت ربنا سؤال: لو الأب في الرؤية اللي فاتت ما سمعش الكلام وما كانش وديع وكان قاسي، وكذلك الابن، كان إيه اللي ممكن يحصل؟ الحقيقة ربنا وراني رؤية عجيبة قوي ما كنتش أتوقعها أو شرحها لي بطريقة بسيطة قوي. طبعا النهاردة الوقت برضو بالنسبة لنا خلص كده وسريع، فاسمحوا لي نقف هنا ونكمل المرة الجاية. اسمحوا لي أرفعك، أسبحك، أباركك، أشكرك يا إلهي العظيم، أمجد اسمك القدوس وأسجد عند موطئ قدميك، لأنك إلهي العظيم القدوس. قدوس 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 رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة. ليك يا رب كل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان. ليك الحكمة والغنى والقدرة. ليك كل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي. آمين.